السلام عليكم. ازيكم يا دكاتره؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد ظهور نتيجه تنسيق الثانويه العامه وكل واحد عرف كليته، مليون مبروك للناس اللي دخلت كليه طب اسنان. ناس كتير بدات تسال ايه هي الادوات اللي هتستخدمها في سنه اولى وايه المطلوب منها تعمله خلال الفتره دي. كمل معايا الفيديو وانا هقول لك كل حاجه بالتفصيل. انا دكتور علاء غزال. لو لسه اول مره تشوفني ما تنساش لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدا. قبل ما نبدا كده خليني اقول لك كلمتين عن الجامعات بشكل عام، وهي ان مش كل الجامعات ليها نفس السيستم. بمعنى ان الماده اللي انا باخدها في اولى انت ممكن مثلا تاخدها في ثانيه، او الماده اللي انت بتاخدها في ثانيه انا ممكن اخدها في ثالثه، وهكذا. فمش كل الجامعات ليها نفس الادوات. اللي هنتكلم عنها النهارده هي ادوات بسيطه جدا واسعارها بسيطه جدا. يعني ما تحطش في دماغك انك خلاص دخلت طب اسنان فانت داخل بقى من اول سنه هتدفع. فانت هتدفع بس مش دلوقتي، يعني هتبدا تدفع كده من اول سنه البري كلينيكال، ايا كان بقى سنه البري كلينيكال عندك في ثانيه او في ثالثه. فانت بدايه الدفع كده وبدايه المصاريف هتكون برضو لسه بدايه السنه دي حاجات تسخين كده، حاجات بسيطه. بس بعد كده هتبدا تدفع بقى، تجيب اجهزه وهتدخل في المصاريف الكبيره. تمام؟ فادوات النهارده كلها حاجات بسيطه واسعارها قليله جدا. هبدا اقول لك برضو اسعار كده من رينج كذا لكذا، بس هي اسعار بسيطه جدا يعني. تمام؟ خلينا نبدا باول ماده معانا، وهي ماده الدنتيشن او الدنتال اناتومي. الاسمين لنفس الماده. الماده دي الجزء العملي بتاعها بنبدا اننا نعمل فيه كارفنج للسنه على واكس بالشكل ده، زي كده او كده. وخليني اقول لك ان شغل الكارفنج ده من امتع الحاجات اللي هتقابلك في سنه اولى، حرفيا كده من امتع واروع الحاجات اللي هتشتغلها وانت في سنه اولى. انا نفسي ما كنتش بشتغل الكارفنج ده غير وانا قاعد كده رايق فاضي كده، اقعد اجيب الكارفر بتاعي والواكس وافضل كده انحت مع نفسي كده، حاجه كده روقان. تمام؟ هنبدا نشوف الادوات بتاعتها واحده واحده كده والحاجات اللي هنستخدمها. يلا بينا. نيجي كده لاول حاجه معانا وهي الواكس. الواكس زي ما احنا شايفين كده بيكون في منه الوان كتير وانواع كتير. هقول لك دلوقتي على نوعين كويسين جدا هيطلعوا معاك نتيجه كويسه في النهايه. تمام؟ الالوان زي ما احنا شايفين بيكون في منه الازرق والاسود وفي لون كمان البينك. كل جامعه بتطلب لون معين، فعلى حسب ما الجامعه بتاعتك هتطلب منك هتجيب. خلينا نتكلم كده على اللون الازرق واللي هو معظم الجامعات بتشتغل بيه، وهو اللون بيكون مريح شويه للعين والديتيلز فيه بتكون واضحه اكتر. تمام؟ وهنا خليني اقول لك نصيحه بسرعه كده تخلي بالك منها وانت بتجيب الواكس. لو جينا بصينا هنا على الواكس ده كده هنلاقي فيه بابلز كتير من جوه، الحاجات البيضه دي. فدي في الكاتنج معاك مش هيبقى كويس، هتلاقيه بيفرول كده، والفينشنج معاك مش هيبقى كويس في الاخر. تمام؟ فالواكس اللي زي كده بلاشه. تمام؟ لو جينا بصينا هنا هنلاقي لون واحد، هنلاقي الواكس ما فيهوش بابلز من جوه، فالكاتنج بتاعه هيظبط والفينشنج بتاعك هيبقى تمام. الانواع الكويسه اللي هتجيبها في نوع اسمه كافيو ونوع اسمه ياقوت. الاثنين دول كويسين جدا وعن تجربه. تمام؟ معانا بعد كده المسطره، ودي بيكون طولها 5 سم وبنحدد بيها المقاسات بتاعتنا على الواكس. تمام؟ وممكن هنا بنستبدلها بجزء من ورقه رسم باين على قدها كده، بيكون اخف شويه واسهل في الاستخدام. تمام؟ معانا بعد كده مسطره الميد لاين بالشكل ده كده، بنحدد بيها خط الميد لاين على الواكس في الاول كده. قبل ما نبدا بنرسم بيها خط الميد لاين في النص. ممكن هنا نستغنى عنها اننا بتقيس عرض الواكس وتقسم الواكس بالنص بالظبط، فدي بتكون اخف واسرع شويه. تمام؟ معانا بعد كده النايف، بنحتاج النايف الكبيره ونايف صغيره، بنحتاج اتنين، واحده كبيره وواحده صغيره. دي بنعمل بيها مثلا سموثنج في الاول كده، لو الواكس فيه حاجه قبل ما نبدا بنعمل سموثنج كده للواكس. تمام؟ ندخل بعد كده على اهم جزء معانا هو جزء الكارفرز. الكارفرز زي ما احنا شايفين كده بيكون في منها مقاسات كتير واشكال كتير مختلفه. ده كده المقاس الكبير بيكون الوركينج بارت بتاعه بيكون ستريت، وده بنستخدمه نفس استخدام النايف. تمام؟ اللي هو بنعمل بيه بس سموثنج في الاول، فانت ممكن تستغنى عن ده. نيجي بقى لاهم حاجه معانا واهم نوع معانا اللي بنشتغل فيه في الكارفنج، وهو الاساس معانا، وانا بصراحه بفضل النوع ده وعن تجربه حاجه ممتازه جدا. الوركينج بارت بتاعه اللي هو بيكون واخد كيرف بالشكل ده كده، بيديك سنسيشن عالي، بتقدر انك تتحكم فيه بنسبه عاليه جدا وبيديك شغل معاك ممتاز جدا. تمام؟ الظهر بتاعه بيكون شارب شويه بالشكل ده كده، بتقدر انك تشتغل بيه في الاماكن الضيقه مثلا زي اللينجوال فوسا او التب بتاعته من هنا. فالكيرف ده بيبقى فيه مميزات كتير كويسه جدا عن الستريت. تمام؟ فالشيب ده عن تجربه والنوع ده عن تجربه كويس جدا وممتاز. ده برضو زيه اصغر شويه، يمكن اصغر شويه، بس برضو ناخد نفس الكيرف، والنهايه بتاعته الظهر بتاعته ده فلات شويه، بس الاثنين نفس الاداء والنوعيه كويسه جدا. تمام؟ ومعانا بعد كده اخر حاجه شراب حريمي بيكون ناعم شويه كده، ده بنستخدمه اننا نعمل سموثنج وفينيشنج للاخر في السنه بعد ما عملنا لها كارفنج، بيتمسك بالطريقه دي كده ونبدا اننا نعمل فينيشنج للشغل بتاعنا. تمام؟ دي كده الادوات اللي هنشتغل بيها في شغل الكارفنج اللي على البارد. زي ما قلنا كل جامعه بتختلف من جامعه للتانيه على حسب السيستم بتاعها، فانت لو كده هتشتغل على البارد ده كده الادوات اللي هتشتغل بيها. لو الجامعه بتاعتك هتشتغل كارفنج بالتسييح او بالتسخين فهتحتاج معاك التورش ده، تبدا تسخن بيه الكارفر او النايف اللي هتشتغل بيه وتسيح بيه الواكس. تمام؟ وبكده دي تكون ادوات الكارفنج، دي كده تكون ادوات الدنتيشن.
وزي ما قلنا ادوات بسيطه جدا واسعارها بسيطه، والكارفر زي ما قلنا كل واحد هتلاقي سعره من 20 ل 25. نيجي على تاني ماده معانا وهي ماده البيولوجي، والجزء العملي بتاعها بيكون تشريح على ضفادع او على ارانب. فمش كل الجامعات برضه هتخليك انك تشرح او هتسمح لك انك تشرح، فلو الجامعه بتاعتك هتسمح لك انك تشرح هتحتاج الكيت ده بس. هو ده كيت بيجي على بعضه كده اسمه كيت تشريح، تمام. برضه هتشوف الجامعه بتاعتك على حسب انت هتحتاجه ولا لا. هو مكوناته بيبقى فيه مقص وحاجه كده زي النيدل دي كده بتكون ليها شارب تيب كده من قدام النيدل، وحاجه زي الهاندل بتاعت المشرط كده دي بيركب فيها المشرط من قدام، وتويزر كده ستريت ده كده تويزر ستريت، تمام. هو الكيت بيجي كامل على بعضه اسمه كيت تشريح، تمام. بعد ما اتكلمنا عن الادوات وعرفنا الادوات اللي هنستخدمها معانا في سنه اولى، نيجي للسؤال اللي الناس كتير بتساله لي، وهو اعمل ايه خلال الفتره دي لحد ما الدراسه تبدا. انا دخلت كليه طب اسنان، ايه اللي المفروض اعمله في الفتره دي؟ النصيحه اللي انا اقدر اقدمها لك انك تتفرج على فيديوهات كارفنج، تعلم ازاي تنحت تبقى ايدك خفيفه، تعرف تحرك ايدك كويس على الواكس، او انك مثلا ممكن تجيب صابونه عاديه بنغسل بيها بننحت عليها. برضه هتلاقي في فيديوهات موجوده على القناه نحت على الصابون. ممكن انك تتعلم ازاي تمسك بس الكارفر، تكون ايديك خفيفه، تعرف ازاي تنعم الواكس معاك او الصابون، بحيث انك تدرب ايدك انك تكون ايدك خفيفه وواخده على الشغل. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. مليون مبروك تاني للناس اللي قبلت كليه طب اسنان، وبالتوفيق دايما في اللي جاي ان شاء الله. وان شاء الله نكمل معاكم في فيديوهات الكارفنج وفيديوهات العمل اللي جايه بعد كده ان شاء الله، وبالتوفيق دايما للجميع. اتمنى اكون قدرت افيدكم بحاجه. سلام.